من سن ال30 كده في حاجات كتيرة جدا في جسمك بتبدأ ان هي تتغير، ففي ايديكي تحافظي وفي ايديكي تاخدي المميزات بتاعة السن ده مع الجمال بتاع السن ده. بحس ان السن ده كده ليه رونق. يعني انا دايما لما بلاقي واحدة عندها 30 سنة واو 30 سنة، مش فكرة كده، بس بحس ان هو السن اللي هو انا بكون فيه على قدر من القوة، على قدر من اشتغلت فمعايا فلوس ماديا فانا بقيت احسن ماديا، بدأت استوعب الحياة اكتر. فكمان لو نعيش السن ده كده مع اضافة ان احنا نبقى حلوين وصحتنا كويسة، الموضوع هيختلف تماما تماما تماما. فهقولك على الحاجات اللي تاخدي بالك منها عشان تحافظي على صحتك وتحافظي على بشرتك في السن ده، وهقولك على شوية حاجات كده للبشرة في الاخر يعني تاخدي بالك برضو منها لبشرتك. اول حاجه في السن ده قطع السكر الابيض والدقيق الابيض يا صغيرتي ليس اوبشن رفاهيه ان انا ممكن اعمله او ما اعملوش، هو اساسا مضر لاي سن ومشاكله بتكون ما شاء الله كل حلقه اقول لكم التهابات فتلاقيني بقول لك سكر ابيض والكلام ده كله. بس في السن ده احنا عندنا تكسير الكولاجين اعلى، وتكسير الكولاجين انا مش هكلمك على بشرتك بس، انا هكلمك على مفاصلك، هتعيشي بقى بمشاكل المفاصل وبحوارات كتيره جدا. فالسكر الابيض والدقيق الابيض يتقطعوا تماما تماما تماما. عرفتي تقطعي اللبن خير وبركه، ما عرفتيش يبقى كوبايه واحده كده في اليوم تظبطيها وشكرا على كده. تمام، دي اول نقطه ما فيهاش نقاش اي كلام يعني. بصوا خلاص بقت بديهيات، كلام عن الصحه نقطع سكر ابيض ودقيق ابيض بسم الله كده واحنا بنبدا. البروتين في المرحله دي المفروض يكون صديقك الصدوق، لان هو اساس كل حاجه. البروتين لما بناكله بيتكسر الاحماض الامينيه ويدي جسمك البروتينات اللي هو محتاجها. فمهم تاكلي بروتين بنسبه كافيه، مهم فطارك يبقى فيه مثلا 3 أو 4 بيضات لو تقدري، مهم الغدا يبقى فيه بنسبه بروتين كويسه، ونسبه الخضار تكون كويسه مقابل نسبه النشويات. افضل مصدر نشويات هو البطاطس. يعني لو انت كلتي بطاطس مبدئيا هي بتديكي كميه كبيره بسعرات قليله، فده هيساعدك انك تاخدي سعرات اقل، وفي نفس الوقت البطاطس برضو فيها فيتامينز كتيره، وفي نفس الوقت مش هتعلي سكر الدم قوي، فده هيساعدك انك تشبعي فترات اطول. الصيام هو اكتر حاجه تساعدك تقللي الالتهابات، والالتهابات هي اساس الشيخوخه. يعني الناس اللي عندها التهابات كتيره بتعجز اسرع، فمهم تعملي الصيام المتقطع. ما ينفعش تقعدي تاكلي طول اليوم، الافضل تاكلي وجبتين او وجبتين وسناك كحد اقصى. تمام. مهم كمان جدا الجيم، احنا بنبدا نخسر عضلاتنا، مهم تتمرني عشان خاطر تلاقي حاجه تشيلك بعد كده وعشان جسمك ما يرهلش. فمهم الجيم برضو ما يكونش رفاهيه، مش اللي هو حاجه هعملها مره وخلاص، لا انا يبقى ليا روتين ثابت. ومفروض في الوقت ده انا بدي الاولويات دايما لنفسي، يعني بدي الاولويات دايما لصحتي والجسمي، وببقى عارفه ان انا هدفع ثمن، هدفع وقت، هدفع مجهود مقابل القيمه اللي انا هاخدها. فمهم جدا الجيم عندك يكون اساسي عشان ما تخسريش عضلات، وعشان الجيم كمان بيزود الجي اتش، والاتش داخل اساسا في عمليه تكوين الكولاجين، فده هيساعدك انك تحافظي على بشرتك لفترات اكتر. الفيتامينز المهم ان انت تكوني بتاخديها فيتامين سي، تمام، والسيلينيوم اي سي اي على فكره ممتازه. يعني انت لو خدتي سيلينيوم اي سي اي لان فيه مضادات اكسده قويه جدا، بس طبعا لو حامل مش هينفع تاخديه. مهم كمان تاخدي فيتامين دي، مهم تاخدي اوميجا 3، ومهم تاخدي كولاجين. في جانب كولاجين سعره كويس قوي وجودته كويسه، انا بستخدمه شخصيا كويس قوي بجد. ولو عرفتي تاخدي الزنك تبقى حاجه ممتازه جدا، لان الزنك ليه دور مهم جدا في البشره. ولو معاه نحاس كمان، عشان في ناس من سن ال30 كده بتبدا تحس ان شعرها بيبيض، يعني في حتت بتبيض، فالزنك والنحاس هيظبطوا الموضوع ده. سوائل على قد ما تقدري، وسوائل تكون خفيفه، تشربي ميه، تشربي المشروبات العشبيه اللي احنا من صغرنا بنقول ان هي وحشه وان طعمها مش حلو ومش هشربها، حاولي تدخليها في روتينك. لو عرفتي تدخلي شوربه العظم في روتينك، كنت عامله عنها حلقه روحي شوفي فوائدها، تبقي عملتي في نفسك معروف. السن ده طبيعي جدا انك خلاص بقى احنا بدأنا نكبر بقى وننضج كده، فالمفروض ننام بدري ونصحى بدري، ما تسهريش، فنامي بدري واصحي بدري، نامي بالليل واصحي الصبح. ده مفيد جدا عشان الهرمونات عندك تتظبط والساعه البيولوجيه تتظبط، وفي نفس الوقت لو انت بقى عندك هالات والحوارات دي كلها هتلاقيها بتتحسن جدا. اي احتكاك بالطبيعه هيكون مفيد في تقليل الاسترس بتاعك، وده انا شخصيا جربته وبجد بيفرق جدا. يعني انا حاليا بقيت مهتمه قوي بالحيوانات بجد، انا واخده تطعيم السعار عشان لو اي كائن حي عايز يعضني يعضني، بس ايه عشان اعرف اتعامل معاهم. فبقى فكره ان انا مثلا بعمل اكل للحيوانات واكلهم، بقعد معاهم شويه، بطبطب عليهم شويه وانا ماشيه. بتحاولي وانت ماشيه في الشارع تركزي كده في الشجر، تركزي في الطبيعه. الموضوع ده ما تعرفيش نفسيا بيساعدك ازاي، والنفسيه لما تساعد طبيعي ان جمالنا هيزيد. يعني
دي هي اكتر الحاجات اللي في دماغي دلوقتي من حته الاكل والتمرين والحوارات دي كلها. نيجي بقى للعنايه بالبشره. مهم جدا الفتره دي انك تعملي ديرمابين لو انت مش عايزه يطلع لك تجاعيد كتير. احنا الكولاجين زي ما قلت لك محتاجين محفزات قويه، فالديرمابين لما تعمليها باستمرار هتبدا ان هي تجدد الخلايا بتاعه بشرتك وتخليها اقوى وتخلي شكلها ناضر اكتر وتحفز انتاج الكولاجين. مهم كمان تاخدي ريتينول. ريتينول يكون من مصدر كويس، يعني براند كويسه كده. مهم تستخدمي مرطب كويس، ومهم تاخدي فيتامين سي، ومهم تحطي الصن بلوك بتاعك باستمرار. دي اكتر الحاجات اللي لو عملتيها هتحسي ان انتي بتاخدي مميزات التلاتينات وفي نفس الوقت ما بتبقيش عجوزه كده وكركوبه يعني. بس لو عايزين تتابعوا معايا تغذيه تقدروا تبعتولي على رقم الواتساب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.